5 معلومات عن رمضان لما تعرفهم انا بقول لك هو انت هتعيش احلى رمضان عشته في حياتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. ومهما اتكلمنا عن رمضان كل سنه لازم نتكلم تاني وتالت ورابع وعاشر، لانه لو حياتك مجموعه من الفصول اهم فصل فيهم هو الفصل اللي بتعدي فيه على رمضان كل سنة. 2 من الصحابة واحد منهم مات شهيد والتاني صديقه مات بعده بسنة موتة عادية، فواحد من الصحابة يحلم بالاتنين في المنام بانه اللي مات موتة عادية بعد صديقه بسنة في درجة اعلى من الشهيد. ولما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ازاي ده ممكن يحصل يا رسول الله، النبي يقول له هو مش عاش بعده رمضان؟ رمضان كافي لمغفرة ذنوبك ورفع درجاتك في الجنة، حاجة يعني سبحان الله والحمد لله على ان احنا من أهل رمضان، من أهل الصيام والقيام مسلمين والحمد لله. وتعالى نتعرف على ال5 معلومات دول ونبدأ بالمعلومة الأولى. رمضان هي فرصتك الأكبر لمواجهة عدوك الأعظم. عايز تعرف مين هو عدوك الأعظم؟ بسيطة، وقف الفيديو، افتح كاميرا الموبايل، هات الكاميرا الأمامية، خد سيلفي. أنت دلوقتي شايف عدوك الأعظم يا صديقي هو نفسك. وربنا سبحانه وتعالى بيديك في رمضان فرصة لمواجهة نفسك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. طول السنة شغال عليك حاجتين: نفسك الأمارة بالسوء وشيطانك. وطول الوقت كلنا قاعدين نقول هو الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم اخزيك يا شيطان، ومتهمينه في كل اللي بنعمله. وها هنا تأتي الفرصة لمواجهة الحقيقة. الشياطين الكبار المردة متسلسلين، فاضل مين؟ بالظبط كده، نفسك الأمارة بالسوء. فافتح حربك معاها في رمضان، الجأ لله عز وجل، قل يا رب إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب أعني على نفسي، جاهدها وابدأ توبة حقيقية، قاومها مقاومة الأبطال، ربيها وعلمها الصح من الغلط، عرفها إن ملناش هدف إلا رضا ربنا سبحانه وتعالى. الدنيا أيام وتنقضي ونقف بين يدي الله. فلو انتصرت على نفسك في رمضان، يجي الشيطان بعد رمضان يلاقي شخص تاني مختلف، مش انت، تقف أمامه بإذن الله وتغلبه، فتستمر في الطاعة والقرب وعلى طريق الله عز وجل حتى تلقاه عبد طائع يغفر لك ويدخلك الجنة. فقاوم نفسك. أما بقى المعلومة الثانية، إنه رمضان فرصة لمغفرة الذنوب. هتقول لي دي معرفة، أقول لك لا، تعرف بقى إن من العلماء من قال أنه لمغفرة الذنوب الصغائر والكبائر، وده قول ابن حزم وغيره من العلماء. يعني لو حضرتك واحد عملت في حياتك ذنوب ومعاصي مؤرقات، وأصحاب الكبائر هيفهموني كويس قوي، الكبيرة دي بتبقى ليها جرح في القلب كده ما بيروحش، وصاحبها بيفضل خايف منها وحاسس إن ربنا سبحانه وتعالى لا يغفرها له. يجي رمضان بقى يقول لك ما تخافش. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا انه رمضان الى رمضان كفاره لما بينهم، وقال لنا انه في رمضان 3 فرص للمغفرة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، مؤمن بالله ويحتسب الأجر. من قام رمضان إيمانا واحتسابا. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. كل واحدة من دول لوحدها بعدها قال النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. لو أنت إنسان تائب تبت إلى الله عز وجل من صغائر وكبائر فلا تخشى شيئا، تخافش من حاجة حبيبي. رمضان جه تصوم وتقوم وتقوم ليلة القدر وتحيا رمضان في طاعة وعبادة، يغفر لك صغيرة وكبيرة بإذن الله. يا أمير الجمال ده. طب إيه تالت معلومة؟ المغفرة دي حاجة، والتالتة دي حاجة تانية. 60 فرصة للعتق من النار. عارف يعني إيه تعتق من النار؟ لا والله بكلمك بجد. بص، انسى انك تتفرج على فيديو، فكر فيها بقى. اسمك ايه؟ هفترض ان اسمك محمد ابراهيم. ربنا سبحانه وتعالى كتب عنده محمد ابراهيم عتق من النار وهو من أهل الجنة. اسمك ليلى محمود. ليلى محمود اعتقت من النار وكتبت من أهل الجنة. يعني عبد ربنا اعتقه خلاص، وربنا ما بيرجعش في كلامه. يعني يوفقك للعمل الصالح باقي حياتك، يعني يوفقك لرضا وسعادة وهدى وفرحة في الدنيا، تمشي بين الناس وانت من أهل الجنة. 60 فرصة، كل يوم في عتقاء وكل ليلة في عتقاء. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، أي في رمضان. قول لي إيه أغلى من كده في الدنيا يستاهل إنك تشتغل عشانه؟ يا أخي مسلسلات إيه ومسرحيات إيه وأفلام إيه وبرامج مقالب إيه وقرف إيه؟ ركز في عبادتك وطاعتك ورغبتك في القرب ورغبتك في المغفرة والعتق. أما بقى المعلومة الرابعة، أجر رمضان عظيم بشكل لا يمكن تتخيل. اسمع الحديث ده. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. ده الطبيعي، حسنة ب10 أمثالها لغاية 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي
وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. كل الأعمال ينفع تضاعف ل 700 إلا الصوم. 700 دول قليلين، يمكن 1000، يمكن 2000، يمكن مليون، يمكن مليار. انت بتتكلم على ملك الله. وتخيل زي ما تتخيل، يعني صيام يوم من رمضان افضل من صيام 700 يوم في غير رمضان. متخيل الاجر؟ شوف ربنا بيحب الصايم ازاي، ده لدرجه انه ريحه بقه وهو صايم اللي كلنا ممكن نأنف منها دي عند الله عز وجل هي اطيب من ريح المسك. الامام سفيان بن عيينة قال ان كل الحسنات تفنى الا حسنات الصوم. يعني ايه؟ يعني لو واحد عليه ذنوب ومعاصي وحقوق عباد فبيؤخذ من حسناته وتعطى ليهم، الحسنات الوحيده اللي ما بتتاخدش هي حسنات الصوم. وبالله عليك بلاش خفه دم في وسط الفيديو فتقول لي بقى انا كده لقيتها، انا ظلمت ناس كتير واكلت حقوق كتير مش عايز ارجع حاجه لحد فانا هصوم وما يتاخدش من حسناتي حاجه. لا يا حبيبي، ده للمجتهد التائب العائد الى الله عز وجل اللي بيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يرجع حقوق الناس. حسنات صومه تبقى ويتحمل عنه الله عز وجل الحقوق. اجر عظيم يا اخي، سبحان الله، ينفع تضيعه؟ اما بقى المعلومه الخامسه ان دعاء الصائم مستجاب. اسمع الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى عتقاء في كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجاب. يعني تبقى معتوق من النار ودعائك يستجاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا ترد دعوته ومنهم الصائم حتى يفطر. لو خدت بالك في وسط آيات الصيام هتلاقي: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إيه اللي جابها هنا؟ لأنه دعاء الصائم مستجاب. الله عز وجل يتنزل في الثلث الأخير من الليل كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، تنزل يليق بجلاله وكماله سبحانه وبحمده، وكل ما جاء في بالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء. فيقول الله عز وجل: هل من مستغفر، هل من داع، هل من تائب، هل من سائل؟ يعطي 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 سبحانه وتعالى. سيدنا ابن عباس بقى في القول اللي صححه الشيخ الألباني يقول أن هذا في غير رمضان، لكن في رمضان في ثلثي الليل، يعني بعد أول تلت يتنزل الله عز وجل في ثلثي الليل في رمضان دعوات، استغفار، توبة، طلبات. يا جماعة أنا مش متخيل إنسان يكون عنده كل الفرص دي ويبقى عايش في شقاء. يا أخي اكتب كل اللي أنت عايزه، اعمل لنفسك من دلوقتي حالا كشكول تكتب فيه كل الدعوات اللي نفسك فيها، وما تقوليش أصل أنا بتكسف أسأل ربنا الدنيا. يا سيدي اسأل ربنا دنيا وآخرة. الصحابة كانوا بيسألوا الله عز وجل في الملح، في شراك النعل: يا رب أنا مش لاقي رباط لجزمتي، نفسي في رباط، مش لاقي شوية ملح أحطهم على الطبخة، يا رب ارزقني شوية ملح. ادعوا يا إخواتي، ادعوا، ادعوا لنفسكم ولأولادكم، ادعوا بالرزق وبالخير، ادعوا بالتوبة والثبات على الدين، ادعوا ادعوا ادعوا. الاستجابة جاية والله. رمضان وصل والخير كله وصل. ربنا يجعلنا في رمضان من الفائزين. دي كانت 5 معلومات عن رمضان، ركز فيهم وعيدهم. ارجع للفيديو ده كل ما تحس انك ابتديت تخستع كده وتهدى في العمل، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل مني ومنك. تمام. والى هنا ايها الاحباب انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. بص، منشن لكل اصحابك وحبايبك، كلهم كل سنه وانتم طيبين. تعالوا نعيش رمضان صح. وقبل ما تمشي ما تنساش تعمل لك الفيديو، لايك على صفحه الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، فولو على الانستجرام، شير في الخير، الدال على خير كفاله. اما اللي دعم على باتريون لينك الدعم في اول كومنت على الفيسبوك او الكومنت على اليوتيوب في الديسكربشن على اليوتيوب. انا بحبكم في الله. تابعوني هاشتاج رمضان مع امير 2023. فيديوهات رمضان هتبقى الساعه 10 بالليل. جزاكم الله خيرا. كان معكم امير منير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.